السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح السعادة، وصباحنا كالعادة سكر بزيادة. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بشكركم على دعمكم وتشجيعكم الجميل ده جدا. اقسم بالله انتوا نزل عسل يا عم. النهارده اول يوم شغل مع الزغاليل. اول يوم النهارده هنشتغل مع الزغاليل. ايه اللي تم معاك يا تيربو وايه اللي حصل معاك يا تيربو؟ خلي الكلام ده كله بعدين. احنا هنشتغل، احنا حاطين غايتنا وهنبدأ حكايتنا وهنتوكل على الله. هنشتغل النهارده اول يوم شغل مع الزغاليل. النهارده يعتبر تالت يوم للزغاليل دي في الغاية. تالت يوم للزغاليل في الغاية. الزغاليل دي جت اول يومين، يعني اول يوم قعدوا في المصطبة بتاعتهم كلوا وشربوا فيها. تاني يوم قعدوا في المصطبة كلوا وشربوا فيها، وفتحت لهم المصطبة بعد ما كلوا اخر النهار لما انا عملت لكم الفيديو اللي هو كان بتاع امبارح. النهارده اليوم التالت ليهم. هنفتح الزغاليل ونفتح لهم البيبان يبداوا يطلعوا كلهم في الارضيه. احنا هنا بنحفظ الزغاليل ايه يا جماعه؟ نخلي الزغلول يحفظ المكان اللي هو هياكل ويشرب فيه، عشان ده المكان اللي هو هيحبس فيه. النهارده لو انا بربي من على حيطه او من على بلكونه او من على سور او من غيه، الطريقه كلها واحده. الطريقه كلها واحده، طريقه التحكم واحده، التحبيس واحده، كلها واحده. كل ما بيفرق ما بين دي وما بين دي الامكانيات. ده عنده شبكه في الغيه، ده عنده رف، ده عنده لفت، لكن الطريقه كلها واحده. فانا النهارده لما بحط الزغاليل في المصطبه او في البيبان علشان يحفظوا المكان اللي هم بياكلوا ويشربوا فيه، ده المكان اللي انا هطلبهم فيه احبسهم فيه. امتى بقى يا ابو حازم وهتحبسهم امتى؟ طب انت معاك ريموت كنترول؟ طب هل الزغاليل دي انت جايبها من فرع توشيبا مثلا هتقول لها خش فخشي؟ لا، هديها ميعاد للاكل. ادي الزغاليل دي ميعاد للاكل. يعني الزغاليل دلوقتي بتاعتي انا بتاكل الساعه 10، بطلع الساعه 10 افطرهم خلاص. فطلعت النهارده الساعه 9، هقعد ساعه وافتحهم تحت الشبكه، يقعدوا شويه بره الشبكه، بره البيبان، يحفظوا الارضيه، يحفظوا الغيه كده من جوه شكلها عامل ازاي، ويبداوا يعرفوا مصطبتهم فين. الساعه 10 بالدقيقه بالظبط اخش احط لهم اكل. مع الاكل بعمل حركه. ايه هي الحركه دي؟ في واحد يبسبس، واحد يصفر، واحد ينونو، واحد يشخشخ. كل واحد بيعمل حاجه لحمامه او لزغاليله علشان يقول لهم يلا بينا علشان ميعاد الاكل وصل يا رجاله. فاحنا النهارده هنفتح الزغاليل، ودي المرحله الثانيه من بعد البيبان. هنفتح الزغاليل يطلعوا كده في الارضيه، يحفظوا الارضيه، يتهووا شويه، وبعد ساعه بالظبط هنحط لهم الاكل بتاعهم. يبداوا كلهم يخشوا جوه. اول ما بيخشوا بحط كل مجموعه مع بعض نفس واحد كانوا قاعدين مع بعض، وبقفل البيبان. بعد نص ساعه بشيل الاكل من عند الزغلول. بعد نص ساعه بشيل الاكل من عند الزغلول. طب ليه بشيل الاكل؟ علشان الزغلول يعرف اللي هو قدام منه نص ساعه كل مره والاكل بيتشال، والاكل مش بيتحط غير تاني يوم في نفس الميعاد بتاعه، وعلشان ما يزبلش يعمل زبله في الاكل بتاعه في الكلفه ويرجع ياكلها تاني ويمرض. يبقى انا ببعد عن كل حاجه وحشه هتضر الزغلول بتاعي. خلاص يا رجاله. فاحنا النهارده المرحله الثانيه، وهي اللي احنا دلوقتي هنفتح على الزغاليل، نفتح عليهم ونتفرج عليهم تحت الشبكه ونشوف الدنيا هتعمل معانا النهارده ايه. يلا بينا، يلا بينا نروح كده نفتح المصاطب وهنطلع نقعد بره نتفرج عليهم ونتكلم كلمتين، وهتلاقي كل مجموعه مع بعض ما بتتغيرش. وعيني على الزغاليل اول باول. زغلول عينيه دمعت، زغلول مش عارف ايه الكلام ده. تبقى عينينا على الزغاليل اول باول. احنا فتحنا المصاطب، هم هيبداوا يطلعوا واحد ورا التاني. تمام، هنشوفوا كل حاجه دلوقتي مع بعضينا. هبدا العبهم وانا قاعد بحبتين الكلفه، اطمنهم ليا، اطمنهم للارضيه، ابدا اناكشهم، والكلام ده هتشوفوه في الفيديوهات اللي جايه. بس تابع السلسله كلها واحنا بنعمل طريحه الزغاليل دي. ويا جماعه في فقد في الزغاليل، في فقد من الامراض، في فقد من زغلول يطلع على الظهر ويقلب نفسه يقع في الشارع، في فقد وانت بتجرده ممكن زغاليل تتضرب، في فقد يطلع منهم طواير، في فقد حاجات كتير في الزغاليل. في فقد حاجات كتير في الزغاليل. بس الشخشول الاصفر
هو ده مش جاي معايا عشان انا مش بحب اصلا الريشه الصفراء. انا مش بحب الريشه الصفراء. اهو هيبداوا يطلعوا كلهم واحد ورا التاني يتهووا اهو. بص اهو، كل ده انا بسيبهم فين؟ تحت الشبكه. الشبكه مقفوله اهو، تحت الشبكه. طبعا عم التربو انا راجل بربي في بلكونه وما عنديش شبكه وما عنديش الكلام ده. لو بتربي في بلكونه ما ينفعش تطلع الزغاليل شايله نفسها، لازم الزغلول يطلع يكون سايب من وهو لسه صغير، ويطلع ويتدشر ويقرر، علشان الزغلول لو طالع على كده ممكن يقلب نفسه كده من بلكونه لبلكونه لبلكونه، من شارع لشارع، ضاع منك. فلازم الزغلول يطلع صغير اهو. لكن انا هنا علشان غيه والمكان هي عالي ما ينفعش هنا افتح على الزغاليل دي غير وهي شايله نفسها. شفت الفرق بقى بين هنا والمكان القديم؟ المكان القديم كانت الغيه واطيه شويه، كانت الغيه ايه فيها براح. لو الزغلول وقع تحت في العماره او في البيت اللي قدام مني يجي على السلاكه ينقل على السطح بيعرف يطلع. هنا الزغلول لو وقع يا جدعان مش هيطلع تاني، موضوع كبير، مشوار طويل هنا. ما احنا دلوقتي سايبينهم هيقعدوا تحت الشبكه قد ايه؟ تبع ابو حازم ممكن يقعدوا 3 4 5 ايام. لسه كل دوت ما حكمتش عليهم. امتى تحكم عليهم؟ لما ابدا اشخشخ لهم واصفر لهم بالكلفه يجروا على البيبان. هم كده خلاص حفظوا المصاطب وعرفوا ان ده مكان اكلهم. طول ما هم لسه ما عملوش الحركه دي انا ما اقدرش افتح الشبكه. طب ليه؟ علشان لما افتح الشبكه والزغلول يطلع يقف على الظهر فوق ما يقلبش نفسه على بره، لا ينزل على الارضيه هنا تاني. ساعة ما افتح المصاطب عشان اطلبهم يحبسوا يخشوا يحبسوا على طول. تمام؟ طبعا احنا ايه؟ دي المرحله، يعتبر دي المرحله الاولى كشغل زغاليل، ولكن هي المرحله الثانيه في بدايه الزغاليل. المرحله الاولى احنا بنسيبهم في المصطبه بتاعتهم 3 4 ايام ياكلوا ويشربوا فيها لحد ما يطمنوا دي مصطبتهم او ده بابهم. المرحله الثانيه هيقعدوا تحت الشبكه 3 4 5 ايام برضو لحد ما يحسوا ان هم حفظوا الارضيه واطمنوا لها قوي وحفظوا المصطبه. وهم بصوا بيبداوا ان هم يطلعوا واحد ورا الثاني اهو ويهووا. هم كلهم هينزلوا. هي الزغاليل اللي ما نزلتش لحد دلوقتي، تعالى اقول لكم مين اللي ما نزلش لحد دلوقتي. الحلايسه دي، الحلايسه اللي هي التداري، اللي هو ده اهو، ده حلس تداري يا جماعه مقفول اهو، ده حلس تداري تمام اهو. ده ما نزلش الارضيه خالص، ده هو اخوه. اليومين اللي انا فتحتهم او اليوم اللي انا فتحته ما نزلش خالص، واخوه اهو. لكن الحلايسه التانيه نزلت اهو. بصوا اهو، بص عاوز يخش المصطبه اللي تحت على طول اهو. لكن دول نزلوا دول اهو. تمام يا رجاله. طبعا دي الطواير زي ما انتم عارفين، لسه ما ظبطتش الدنيا، لسه ما ظبطتش الفرخ، ما شفتش يعني ايه هظبط حالي ازاي، بس هقول لكم كل ده مع بعضينا واحنا جايين في الايام اللي جايه. وهنا القصوص طبعا ما فيش خوف حاليا. بصوا يا جماعه عشان برضو ايه نبقى واقعيين، عشان ما يحصلش فيها كلام كتير وجدل كتير. اللي جرب يعني شاف، عايز اقول لك كده ايه، اللي شاف غير اللي حلم، معنى اصح كده. انا النهارده لما اجي افرخ في الغيه، عشان بسمع الناس ياما بتتكلم في الكلام ده من غير ما تجربه. لما تيجي تفرخ في الغيه وعندك دكوره في الغيه ما تخافش. ازاي؟ احنا اتعلمنا. ايوه انت اتعلمت، اللي علمك غلط، انا مش ذنبي حاجه. اللي علمك قال لك كده غلط، هو غلطان وعلمك الغلط. عايز تعرف الصح ايه؟ لا انت ممكن تفرخ في الغيه بس ما تسيبهمش. يعني لو في كرة في الغيه موجوده انت بتنشها وبتطيرها وعندك اسس في الغيه، افرخ في الغيه. انا اللي بقول لك وعلى ضمانتي وعلى مسؤوليتي الكلام ده، واتحدى اي غاوي فيك يا مصر في الكلام ده مع احترامي للجميع. عشان لو حد اعترض، وفي ناس هتقول لك انا بعمل كده والناس دي عارفه عشان الناس دي مجربه، لكن ناس كتير بيقول لك النتايه ما تخشش الغيه. لا انا دلوقتي في ظروف ما اقدرش، ما عنديش فرخ، ما عنديش سلاكه، ما افرخش. لا افرخ. الناس زمان كلها كانت بتعمل كده، واحنا اتربينا على ناس زمان بتعمل كده. اهم حاجه القص ده ما يسيبش، اهم حاجه ما تنزلش انتهى الارض وينزل دكر الارض وتكسحها ويكسرها وتكسح له والحمام في البيبان شايفها. ده لا،
دي هتعمل غيره للحمام الدكوره وقف البيبان، هتعمل لهم غيره يبقى عاوزين يروحوا يضربوا الدكر عشان يكسروا النتايه ويشخوروا والكلام ده. لكن طول ما هم في الباب مفيش الكلام ده. الدكوره بقول لك شامه طواير شايفه طواير، اهم حاجه التيره ما تكونش سايبه في الغيه ومفيش دكر يكسر نتايه قدام الدكوره بتاعتك في الغيه. عملت كده هتفرخ ودكورتك مش هتشخور. سيدت طواير بقى ودكوره وكسروا بعض قدام الدكوره دكورتك باظت. ده اللي انا جربته، ده اللي انا عارفه في غيتي. في خلال يعني انا داخل شوف انت من سنه 90 36 سنه 36 سنه بالرب حمام. شفت كل حاجه في الغيه دي انا جربتها. انا كنت بجرب السلبي والايجابي. يعني في حاجات الناس كانت تقول لك غلط فكنت اجربها عايز اعرف الغلط بتاعها في ايه. قسما بالله العظيم في حاجات من الناس اللي قالت عليها غلط طلعت صح، ما طلعتش غلط لما انا جربتها. من ضمنهم الدكر اللي بيتجرح ينفع يتنشي تاني، علمونا زمان لا، لما انا جربتها طلع ينفع. اتاري الناس كانت بتعلمنا ساعات حاجات غلط، فاحنا ما نمشيش ورا كل حاجه غلط. انا بيني وبينكم ربنا يعلم، ربنا كل كلمه بطلعها من لساني طالعه من قلبي من جوه بافاده. فانت عاوز تفرخ افرخ يا باشا، بس الاسوس بتاعتك في الغيه في الباب ما تسيبش خلاص. وعندك الصف ده كده كله مثلا اسوس، ما تحطش بقى قص تحت، معلش ايدي وجعتني والله، ما تحطش قص تحت وفوق منه دكر، لا يبقى الوش ده كله كده او ال10 بيبان دول كده اسوس، مفيش دكر وانتوا يكونوا جنب بعض شايفين بعض. في حاجات احنا بنعملها وهوريها لك دلوقتي، وتعالى كده معايا. بص يا باشا، انا دلوقتي عندي هنا ده قص خلاص اهو، ده قص. بص هنا في قاطع، اللي هنا ما يشوفش اللي هنا ولا اللي هنا يشوفه، حتى اللي هنا اهو، هنا برضو في قص اهو، هنا في قص اهو، هنا في قص. ده لسه في حمام هناك في السلاكه القديمه انا ما جبتهوش، مفيش مكان، انا ما جبتش ولا قص هتضل لحد دلوقتي هنا. تمام. بص ودي الزعيب بدات اللي هي تطلع اهي كلها بتهوى. تعالوا بقى نقول لك بقى ان شاء الله انا ناوي اعمل ايه. شايف الجنب ده؟ ان شاء الله هنعمل هنا 30 باب. هنعمل هنا ايه؟ 30 باب. 30 باب دول هيبقوا زي دول بالظبط، بنفس الشكل بنفس اللون بنفس كل حاجه. ولكن انا عندي هنا في حته فاضيه، الحته الفاضيه دي انا هحط فيها مثلا بتاع التحديق، السطله والتشت بتاع الميه، لكن الجزء التاني اللي هيبقى هنا هيقفل للاخر، وبرضه هيبقوا 30 باب. طب ازاي يا ابو حازم؟ هعمل هنا اول 10 بيبان ستينات، البيبان دي 50، الباب ده 50 تمام، واقل من 50 كمان، يعني باقل من 50 ب 2 3 سم. هنا هيجي باب 60، هنا بابين جنب بعض عشرات ستينات هيبقى 120، والباقي كله تلاتينات، هتقفل الحته كلها كده بالظبط. ليه ستينات؟ هنا هفرخ في الباب الستين ده، انا هفرخ فيه، دي رقم واحد. رقم اتنين هاجي هنا في الجزئيه دي في الحته دي كده اللي عند الكرسي، وحاجه برضه احط منير 10 هنا 60 ستينات برضه، ده فرخ، هيبقى عندي ده فرخ وده فرخ، هيبقى عندي هنا 20 باب وعندي هنا 30 باب، معانا 50 باب، نعمله 50 حمامه والحمد لله على كده مرضيه، لا 80 ولا 90 ولا 100، انا راضي يا عم بال50 زي الفل. وبقى الغيه هنا الجنب ده كده هيتقفل لسه، والسقفايه هنا هتتقفل، وهيبقى في باب للغيه هنا نخش ونطلع منه. ده اللي ان شاء الله باذن الله هنعملوه في المرحله الجايه. طبعا هسيب الزغاليل كده ساعه، وزي ما انا قلت لكم حبايتين الدور اهم، هرمي لهم حبايتين كلفه في الارض العب معاهم. ها انا لسه الزغاليل دي لحد دلوقتي بسيبها تشبع، الزغاليل دي انا بسيبها تشبع، ولازم الزغاليل تشبع خلاص. امتى بلعب عليهم في حته الكلفه؟ لما بسيبهم، يوم ما بسيبهم، يعني مثلا بكره هفتح عليهم، اجي النهارده معطيهم ايه؟ نص كلفه، بدل ما بديهم كل مصطبه مكلفين اديهم مكلف واحد، اديهم مكلف واحد. تاني يوم اجي افتحهم، اللي يطلع على الظهر اقدر انزله كده على طول واعرف اتحكم فيه. خلاص يا رجاله، ده ان شاء الله كان فيديو النهارده، وعاوز اشكركم بجد على التفاعل بتاعكم، وانتظرونا كل يوم
مع بعضينا هنفتح الزغاليل نتفرج عليها نشوف وصلوا معانا لمرحله ايه. لسه في زغاليل ما طلعتش من المصطبه، سكروتات جوه اهي. سيبهم ما تطلعهمش انت، هم يطلعوا بنفسهم ويخشوا بعد كده المصطبه بنفسهم. ما تطلعش الزغلول بايدك، مالكش دعوه. انا طلعت الحلايسه علشان افرجك بس، لكن انا لو مش الفيديو انا مش هطلع الحلايسه بايدي. انا في زغاليل جوه اهي وفي زغاليل هنا. تعالى كده معايا اهي. الزغاليل دي لحد دلوقتي ما طلعتش من المصطبه اهم، ما طلعوش من المصطبه لحد دلوقتي اهو. خلاص. وهنا في زغلول قطقاطي برضو لحد دلوقتي ما طلعش من المصطبه خالص. وهنا في زغاليل جوه ما طلعتش من المصطبه. خلاص يا رجاله، ده كان فيديو النهارده. اخواتي وحبايبي، اشوفكم على خير ونتمنى التوفيق للجميع، وان شاء الله باذن الله اللي جاي احلى صباح عليكم واحلى صباح على كل الناس. والتربو من مكانكم بيصبح عليكم يا احسن ناس. حب الناس كنز يا ناس. السلام عليكم.